لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي حقيقة إصابة الفنان لطفي لبيب بسرطان الحنجرة وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياته قبل وفاته وتكريمه في المركز الكاثوليكي. قال بطرس دانيال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج نظرة تانية مع الإعلامي محمود الجلفي على قناة الشمس 2 أن الفنان الراحل لطفي لبيب تم تكريمه عن دوره في فيلم وش في وش، ولجنة التحكيم كرمته بها وهو يستحق، ودعب الجمهور وقال الجائزة دي هتشجعني المستقبلي، وكان شخص ودود ويشجع الجميع ويشارك مع فنانين شباب في أعمال مسرحية لتشجيعهم ودعمهم، ورغم تعرضه لجلطة ولكنه ودود وعطوف مع الجميع، فكان يذهب لتشجيعهم ودعمهم نفسيا ومعنويا. وعن إصابة الفنان لطفي لبيب بورم سرطاني في الحنجرة أكد دانيال أنه بالفعل تعرض لهذه الأزمة، قائلا بالفعل كان تعرض لهذا الورم والدكاترة كانوا عايزين يعملوا له شق في الحنجرة، لكن أسرته رفضت مراعاة لحالته النفسية وهو ورم سرطاني الذي أصيب به. وعن وصيته الأخيرة أكد رئيس المركز الكاثوليكي أن وصيته كانت إنتاج السيناريوهات وهما فيلم ومسلسل اللذان كان يكتبهما ليتم تصويرهما كأعمال فنية. متابعا لطفي لبيب قال لي هفوق وأروح مكتبي في الرحاب أكمل كتابة فيهم. وعن تكريم لطفي لبيب بعد وفاته أوضح بطرس دانيال أن هذا الأمر لن يتوقف عند وفاته، فسيتم إقامة حفل تأبين له وتدوين اسمه في الكتاب لأنه يستحق كل التكريم. من ناحية أخرى وفي خطوة مفاجئة أعلنت أسرة الفنان الكبير لطفي لبيب عن إلغاء العزاء الثاني، وجاء الإعلان عبر منشور كتبته ابنته على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك. قالت فيه: أسرة الفنان العظيم، القرار جاء بعد الحضور الواسع من محب الفنان وزملائه في الوسط الفني الذين حرصوا على توديعه وتقديم العزاء خلال الجنازة التي تحولت إلى لحظة حب جماعية تجاه فنان ترك أثرا عميق في قلوب الجميع. توفي الفنان القدير لطفي لبيب منذ قليل عن عمر 77 سنة بعد أزمة صحية تعرض لها وانتقل بسببها قبل يومين إلى العناية المركزة. ونعى الفنان منير مكرم وكيل نقابة المهن التمثيلية الراحل لطفي لبيب قائلا: ويرحل أغلى الناس الفنان لطفي لبيب. ولد لطفي لبيب في أسرة مسيحية متوسطة الحال، ونشأ في بيئة محافظة تحمل طابع الصعيد المصري، ما جعله مطلع على طبائع وثقافة المجتمع المصري الأصيل منذ طفولته. تأثر كثيرا بجو الأسرة الهادئ، وكان منذ صغره محبا للفن والثقافة والقراءة، وقد ظهر عليه حب التمثيل مبكرا، لكنه لم يسلك الطريق الفني مباشرة بعد المدرسة الثانوية. وحصل لطفي لبيب على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة عين شمس أولا، ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1970. بعد تخرجه التحق بالخدمة العسكرية وشارك ضمن صفوف الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، وهو ما ترك أثر كبير في وجدانه ودونه لاحقا في كتابه الشهير الكتيبة 26. عمل بعد ذلك في عدد من المجلات المرتبطة بالثقافة والمسرح، كما كتب نصوص مسرحية وشارك كممثل ومؤلف في أعمال فنية داخل وخارج مصر. وكان قد أثار الإعلان على نقل الفنان لطفي لبيب إلى العناية المركزة بعد تعرضه لنزيف حاد في الحنجرة نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد القلق بين عدد من محبيه، ولأن نزيف الحنجرة يعتبر من الأعراض الغير شائعة لكن مقلقة. تعرض لوعكة صحية يوم 13 يوليو الماضي ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج حتى تحسنت حالته، وقال وهو على سرير المرض أنه راضي عن كل شيء حصل له مؤخرا بعد إصابته بتورم، قائلا: الحمد لله ما تقلقوش عليا، موجها الشكر لكل من سأل عنه ودعمه خلال هذه الفترة. وأصدرت نقابة المهن التمثيلية
برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بيانا تنعي فيه ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب الذي غيبه الموت منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع أسرى فيها الساحة الفنية المصرية والعربية. ودعت النقابة في بيانها الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وأحباؤه الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل. وجاء البيان كالتالي: إن لله وإنا إليه راجعون. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لطفي لبيب الذي رحل بعد صراع مع المرض يعد من أبرز أسماء الكوميديا والدراما في مصر، وله سجل حافل بأكثر من 5 عقود قضاها في خدمة الفن، حيث تميز بقدرته على تقديم أدوار إنسانية متنوعة أحبها الجمهور من جميع الأعمار. كان قد كشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عن تطورات الحالة الصحية للفنان القدير لطفي لبيب، موضحا أن الإجهاد الزائد وراء تدهور حالته الصحية. وقال الأب بطرس دانيال خلال مداخلة هاتفية في برنامج الستات: لطفي لبيب لم يلتزم بتعليمات الأطباء بعدم الكلام رغم إصابته بالتهاب رئوي حاد. الدكتور قال له حصلت لك معجزة، لكنه بيرهق نفسه عشان يرد على محبة الناس، وده اللي خلاه يتعب تاني. وأضاف الأب بطرس دانيال: رجع تاني الرعاية المركزة علشان جاله التهاب رئوي حاد، دعواتكم. ولد في 18 أغسطس 1947 في مركز بيبا بمحافظة بني سويف بمصر. سافر لطفي لبيب وظل في الإمارات عدة سنوات على الرغم من أدواره الصغيرة التي بدأ بها حياته، إلى أنه أثبت موهبته في مشاركته في العديد من الأعمال الفنية، وأصبح وجوده أساسي في أغلب الأعمال في السينما والتلفزيون، وكتب العديد من مسلسلات الأطفال وشارك في إنتاجها. وبعد إصابته بجلطة عام 2019 أعلن أنه لن يستطيع التمثيل بعد ذلك بسبب مرضه. ولطفي لبيب متزوج ولديه 3 أبناء، كما أن لديه أحفاد. بدأ لطفي لبيب مشواره الفني بعد حرب أكتوبر، فقد قام بتأليف كتاب يحكي فيه عما حدث له في حرب أكتوبر، لأنه كان جندي في الكتيبة وقت الحرب، الكتيبة 26. كتبه عام 1975، وعلى الرغم من أن تخرجه من معهد الفنون المسرحية عام 1970 إلا أنه بسبب أخذه كمجند لمدة 6 سنوات وسفره خارج البلاد لمدة 4 سنوات جعله يتأخر فترة ليبدأ حياته كفنان عام 1981. وشارك في مسرحية المغنية الصلعاء ومسرحية الرهائن مع الفنانة رغدة. في الفترة ما بين 2000 إلى 2010 أصبح الفنان لطفي لبيب عنصر أساسي في أغلب الأفلام التي كانت في هذه الفترة، وذلك بعد شهرته الواسعة التي حصل عليها بعد مشاركته في فيلم السفارة في العمارة الذي يعد وجه الخير عليه. فقد رشحه الفنان عادل إمام لهذا الدور ليواصل أعماله الفنية متنوعا فيها حتى 2020. شارك الفنان لطفي لبيب في عدد كبير من الأعمال السينمائية. صرح الفنان الكبير لطفي لبيب عن مرضه قائلا: تم تكريمي في المهرجان القومي للمسرح وكان يوم رائع. أنا الحمد لله راضي عن هذا المرض والابتلاء وعن مسيرتي الفنية. وتابع حديثه قائلا: أنا اشتركت ومثلت في أعمال كتير، وعندي إحساس إني مش همثل تاني، لا أستطيع المشي بسهولة، والجانب الشمال تأثر بالجلطة، ولم أعد قادر على الحركة كثيرا، ولم أقدر على المشاركة في الأفلام أو الوقوف على المسرح، وأكيد مش هقول لهم قعدوني في الفيلم طول الوقت. كانت هذه الكلمات بمثابة تصريح غير مباشر عن اعتزاله الفن، رغم أنه أعلن في أكثر من مرة أنه لم يعتزل. وعن مشاركته في فيلم خيال مآتة، كان هذا الفيلم بعد إصابته بالجلطة. قال: دوري في هذا الفيلم كان صغير،
وكلفني يومين حتى أنتهي منه ولم أبذل مجهود فيه، واعتذرت عن الدور بسبب مرضي، ولكن فريق العمل تمسك بي وأكد مش كل الحاجات بتنفع ولازم أكون صريح مع نفسي لأني ما بقيتش زي الأول، والحمد لله مثلت كتير، وفي الوقت الحالي أقوم بكتابة سيناريوهات ولن أتوقف عن ممارسة الفن. ونعى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير لطفي لبيب، وقال الأب بطرس: الراحة الأبدية اعطه يا رب، والنور الدائم فليضيء له وليستريح بسلام، آمين. فقد العالم أجمع والوسط الفني بصفة خاصة جوهرة خالدة بعد صراع مع المرض، الفنان لطفي لبيب الذي ظل مبتسما حتى آخر لحظة في حياته. وأكد الأب بطرس دانيال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الراحل لم يكن مجرد فنان، بل كان إنسان نبيل أحب جمهوره بصدق، وكان دائم التشجيع للفنانين الشباب، محفز لهم على تقديم الأفضل. وتابع: لطفي لبيب كان يملك حضور فني وإنساني نادر وتاريخ مشرف من الأعمال الهادفة التي ظلت محفورة في قلوب المصريين والعرب. واختتم الأب بطرس دانيال كلماته بالدعاء للفقيد: نطلب من الله الرحمة والعزاء لذويه ومحبيه. قدم الفنان أكثر من 400 عمل فني ما بين السينما والدراما والمسرح، وبملامحه الهادئة وصوته الدافئ استطاع أن يترك بصمته في كل عمل شارك فيه حتى وإن كان دور صغير يتبقى. ورغم ما أثارته وفاته من مشاعر الحزن والتقدير لمسيرته، أعاد رحيله إلى الأذهان مشهد طريف أثار ضجة واسعة العام الماضي حين ظهر في فيديو جمعه بالفنانة نجوى فؤاد بعد غياب بينهما دام عامين. الفيديو التقط أثناء لقائهما بعد فترة طويلة من الانقطاع بسبب ظروف المرض والتقدم في العمر. في الفيديو اقتربت نجوى فؤاد منه بابتسامة وقالت ممازحة: انت وحشني، طلقتني ليه؟ انا عملت لك ايه؟ ثم تابعت الحديث وهي تحتضنه: الف سلامة عليك، بقالي سنتين ما شفتكش واشتغلنا مع بعض كتير، صحتي بقى زي صحتك، بقينا زي بعض يا لطفي. كان اخر ظهور للفنان الراحل لطفي لبيب في منزله قبل وفاته بايام برفقة الاب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والفنان حمزة العيلي. كان بطرس دانيال قد نشر منذ أيام صورة تجمعه بالفنان الراحل داخل منزله عقب خروجه من المستشفى قبل أن ينقل للمستشفى بعد ذلك. ورحل الفنان الكبير عن عمر 77 سنة. وأكد خبر الوفاة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي الذي كان قد كشف في تصريح سابق عن تدهور حالته الصحية قائلا: الحالة حرجة وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق، ربنا يرحمه يا رب ويرحم أمواتنا أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.